معظم الشركات بتحول البادجت بتاعتها للسوشيال ميديا اكتر. لا ما تنبرش فيها والنبي، انا طول ما اعلانات التلفزيون شغاله وكتير انا تمام ومبسوط. يا سيدي ولو قلت تبقى مخرج سينما مالك. يسمع من بقك ربنا. طبعا يا شيخ سيف مش عاجباك الدعوه دي؟ يا ابني وانا مالي وانا هتحاسب مكانه؟ ايه ده؟ عاوز تفهمني يعني السينما حرام؟ انا لا قلت حلال ولا قلت حرام، بعدين انا قاعد في حالي، ما اتكلمتش، انت اللي بتنكشني. تشير. ممكن بقى من فضلك يا جوزي يا قلبي ترقص معايا؟ اوبا جالي شغل يا جماعه. اتفضل اتفضل يا هاني. ممكن اقعد جنبك؟ انا عارفه ان انت زعلان من اللي حصل في سهره امبارح، وانا حاولت اصالحك من الصبح وانت ما بتردش عليا. بقول لك يا ريهام انا مش عايز اتكلم. لا لازم نتكلم، امال هنحل مشاكلنا ازاي؟ ثم احنا سهرنا مليون الف مره قبل كده ولا حصل معاكسات ولا خناقات. اللي حصل امبارح ده يعني صدفه. بدلك او ممكن يكون علامه من ربنا عشان اثبت وما اسمعش لاي زن من اي حد حواليا. على فكره انا مش اي حد. ثم انت ما جبتليش سيره على موضوع الاستقاله خالص. كلنا بنغلط والمفروض نعدي لبعض. بس غلط عن غلط يفرق. ايا كان الغلط، طالما البني ادم عرف غلطه واعتذر المفروض الطرف التاني يديله فرصه ويعدي، ده لو بيحبه بجد.